في اصدقاء بيكون عندهم سؤال: هو ليه الامريكان انجلش بيختلف عن البريتش انجلش؟ هو السؤال دلوقتي مش ايه الاختلاف ما بين الاتنين، هو السؤال ليه اللي فيه اختلاف ما بين البريتش انجلش والامريكان انجلش، ليه الاختلاف؟ الفكرة ان الاختلاف لاكتر من سبب. آه لكن طبعا سبب رئيسي جدا ان الاختلاف بسبب ان الامريكان انجلش بيختلف عن البريتش انجلش، ان الامريكان انجلش بيتكون من انجلش بلس لغات تانية. الامريكان انجلش مش بس انجلش بس، هو طبعا مينلي انجلش طبعا، بس هو الامريكان انجلش داخل فيه انجلش طبعا بشكل اساسي، وداخل فيه لغات تانية. ايوه الامريكان انجلش فيه لغات تانية كتير. الامريكان انجلش فيه كلمات فرنسي، وفي كلمات اسباني، وفي كلمات ايطالي، وفي كلمات هولندي، وفي كلمات الماني. كل ده في الامريكان انجلش، بس طبعا هو مينلي طبعا بيزيكلي قايم على اللغه الانجليزيه اكيد. فده سبب اختلاف الامريكان عن البريتش. في كلمات كتيره جدا جدا مش انجليزيه اصلا في الامريكان انجلش، مش بس في الكلمات، كمان يعني الفونكس في الامريكان متاثر باللغات اللاتين شويه، اللغات اللاتين زي الايطالي والفرنسي والاسباني واللغات دي. فهو متاثر حتى في النطق باللغات، بنطق اللغات اللاتين في بعض احيان كتير جدا. فيعني ممكن نتكلم فيها ان ديتيل بعدين في كل حاجه في الجزء الخاص بيها. لكن هو الفكره ان ليه الامريكان بيختلف عن البريتش انجلش، لان الامريكان انجلش هو مش بس انجلش، هو انجلش بلس لغات تانية، مش بس في الكلمات لكن في الفونكس وفي النطق. في بعض حروف بتنطق بلغات تانية اساسا، مش بالانجلش خالص، في بعض كلمات او في كلمات كتير الحقيقه. ده مينلي السبب ليه الامريكان بيختلف عن البريتش انجلش.